كريم رهيب يا بنات ب4 جنيه بس، اسألي الصيدلي عنه ب4 جنيه فعلا. كريم هيخلي شعرك فيه ترطيب، فيه نعومة، مع الاستمرار هيديلك طول بطريقة جميلة جدا وبطريقة سريعة قوي. او هو كريم او حمام كريم فاتيكا بالثوم. الثوم طبعا احنا عارفين انه محفز قوي للشعر، بيعمل على انبات الشعر بطريقه حلوه جدا. فبدل ما تستخدمي بقى وصفات اللي فيها الثوم، لا هاتي الكيس ده هيريحك جدا. وكمان الكيس ده هتستخدميه كذا مره، بس في طريقه بس هتستخدميه هيديلك برضك نتيجه حلوه ونتيجه اعلى. وهي عباره عن بتجيبي معلقه كبيره من حمام الكريم، تبدأي تضيفي عليه معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. ده يديلك نتيجة قوية جدا ونتائج فعالة قوي. ببدأ بقى امزج المكونين مع بعض وابدأ افرده. طبعا الشعر مغسول بالشامبو. الخطوة دي بتبقى اخر خطوة لغسيل الشعر. يعني اول خطوة بنغسل شعرنا بالشامبو، بعد كده بعمل الخطوة دي اللي هي معلقة كبيرة من حمام الكريم على معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، بمزجهم كويس مع بعض وابدا امشط بيهم الشعر. يعني احطه على شعري، ويا ريت لو في مشط واسع كده احاول امشط الشعر علشان يعني اضمن ان الكريم كله وصل لجميع اجزاء الشعر. بسيبه بس لمده 10 دقايق او ربع ساعه، ويا ريت كمان اغطيه، هيديني برضك نتيجه حلوه جدا جدا. لان طبعا مجرد ما التغطيه دي يا بنات بتدي سخونيه في المسام، بتبدا تتفتح وتبداي تستفيدي من المنتج ده. بعد كده بتشطفي شعرك بالميه فقط. بجد يا بنات هتلاقي نتائج حلوه جدا من ترطيب ونعومه. مع الاستمرار هتلاقي شعرك لو عجوز هتلاقيه بيطول بطريقه حلوه جدا. ده فيديو النهارده يا بنات، ما تحرمونيش من اللايك والاشتراك في القناه. اشوفك على الف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.